أحمد مصطفى السيد. زيزو لاعب الزمالك سابقا والأهلي حاليا، مركزه في الجناح الأيمن. اتخرج من أكاديمية JMG، وأول نادي لعب فيه كان نادي وادي دجلة. وفي 2013 انضم للنادي البلجيكي ليرس، ولعب معاه 77 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 10 أهداف. وفي 2017 لعب على سبيل الإعارة في نادي موريرينسي، لكن ما قدرش يحقق معاه نجاح كبير. وفي 2019 وقع عقد مع الزمالك لمدة 3 سنين، وقدر يحقق معاه نجاحات كتير. قدر يشارك في فوز الزمالك على الأهلي في مباراة 22/8/2020، وقدر كمان يشارك في فوز الزمالك على الاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة ال12 في الدوري المصري. وفي موسم 2021 قدر يسجل معاه في مباراته ضد الإسماعيلي ومباراته ضد المصري، وكمان مباراته مع إسترن كومباني، وآخرها كان هدف في شباك النادي الأهلي في بطولة كاس مصر. فاز مع الزمالك ببطولة الدوري الممتاز مرتين في 2021 و2022، وبكاس مصر مرتين في موسم 2019 و2021، وكاس السوبر المصري مرة في 2020، وكاس الكونفدرالية الإفريقية مرتين في 2019 و2024، وكاس السوبر الإفريقي مرتين في 2020 وفي 2024. كمان خلال مسيرته معاه فاز بهداف الدوري المصري الممتاز في موسم 2021-2022 برصيد 19 هدف. وحاليا احنا في انتظار ساعات قليلة جدا لتوقيعه للأهلي، ونتمنى له معاه كل التوفيق.